أهلا بيك في الجزء الخامس والقبل الأخير من كورس السبسز. بعد ما تبدأ العلاج، المتابعة الدقيقة أو المونيتورنج للعيان عشان تعرف العيان معاك بيتحسن ولا بيتدهور شيء مهم جدا، وهنا يجي دور النيوز شارت معانا. ميزة النيوز شارت إنك مثلا لو بتمونيتور العيان كل ساعة وبتسجل الفيتالز بتاعته، في الآخر بيرسم لك حاجة زي الرسم البياني بتعرف منه هل العيان بيتحسن ولا لأ. لو العيان مثلا أول ما جه كان النيوز بتاعه 9 ودلوقتي بعد ساعتين بقى 6 مثلا، يبقى زي الفل، انت كده ماشي صح. ما تنساش تعمل تحليل لاكتيت تاني بعد ساعتين ل4 ساعات. لو اللاكتيت بينزل دي علامة كويسة. تابع كمية البول عشان تراقب إذا كانت الكلى شغالة ولا لأ. شوف الفلويد بالانس بتاع العيان، لو الحالة ساءت أو مفيش تحسن من ناحية البارامترز اللي قلتها من شوية دي، يبقى لازم تاسكاليت بسرعة للاي سي يو. في نهاية الجزء الخامس عرفنا ازاي هنعمل مونيتورنج للعيان وفايدة النيوز شارت في حاجة زي كده. في الجزء الجاي اللي هو الجزء السادس والأخير هنتكلم عن حالة أخيرة نطبق فيها اللي عرفناه في الأجزاء اللي فاتت.